السلام عليكم، ازيكم يا اصحابي؟ عاملين ايه؟ النهارده هناخد فيه كتاب الماس برايم 1 الترم الثاني، سنه اولى ابتدائي الترم الثاني. تعالوا نشوف الدرس بتاعي النهارده اسمه ايه. اسمه solve addition story problems within 20. هي مسائل لفظيه، الجمع بتاعها بيكون لحد 20. طيب تعالوا نشوف كده. طبعا لازم قبل ما هبدا الستوري بروبلمز ديت الولاد يبقوا عارفين الاديشن الاساسيات بتاعته ايه، والسبتراكشن الاساسيات بتاعته ايه، علشان يعرف يحل معايا المسائل. اول حاجه هنا بيقول لي two children ride bicycles, 4 children join them. كان في طفلين، للأسف لازم الولاد يبقوا عارفين يترجموا المسائل، يعني ما ينفعش ما يبقوش عارفين المسألة بتقول ايه او القصة بتقول ايه، لان جزء من حل المسألة بيبقى في القصة، والجزء التاني بيبقى في السؤال. اول حاجة هنا انا عندي 2 digits، نمبر 2 ونمبر 4. طيب انا هعمل ايه يا مس؟ اول حاجة احط علامة تحت نمبر 2 كده، واحط علامة تانية تحت الرقم التاني. في رقمين عندي في القصة هنا، بيقول لي how many children are riding bicycles now. كم طفل راكبين العجل دلوقتي؟ فانا هعمل ايه؟ هقول هو كده العدد بتاعي زاد ولا قل؟ ده سؤال لازم اسأله دايما لنفسي وانا بقرأ المسألة اللي هي دي. العدد بتاعي هما كانوا 2 بقوا 4، العدد كده هيزيد ولا هيقل؟ لو هيزيد يبقى هعمل addition، لو هيقل يبقى هعمل subtraction. فهو هنا زاد، فهعمل 2 plus 4 after 4. هعد بعد الكبير في الاديشن، بحط الكبير في مخي، الجريتر نمبر في المايند في مخي، وبطلع الصغير على ايدي على الهاند، وبعد after 4 after 4 5 6. انا بقول after 4، يعني ما ينفعش حد يقول لي 4 5، لا انا بعد after 4 بعد الفور، after 4 5 6، يبقى طلعوا كام؟ 6. اول حاجه الدرس دوت ما بيتكلمش عن الاديشن العادي، هو بيتكلم عن حاجه اسمها missing number. يعني ايه missing number يا مس وازاي هحله؟ تعالوا نشوف الاول الجزئيه ديت وبعد كده هنكمل شرح في الدرس. الجمله اللي احنا هنقولها ديت لازم الولاد يحفظوها كويس جدا، وهنطبقها دلوقتي ونفهم معناها ايه. الجمله بتقول او الاغنيه بتقول لو عايز اللي في النص ماينس من غير ما تبص، لو عايز اللي في الاول غير الساين. يعني ايه يا مس الكلام ده؟ انا عندي هنا لما يقول لي 3 بلس كام equal 8، هو الميسنج نمبر الرقم المفقود الرقم اللي في الاول ده، ولا الرقم اللي في النص، ولا الرقم اللي في الاخر؟ طبعا احنا عارفين الاول والوسط والاخر. الميس بتقول لي لو عايز اللي في النص ماينس من غير ما تبص، اعمل ماينس. هعمل ماينس لمين يا مس؟ اطرح الرقمين من بعض. طبعا لو انا طفل شطور وعارف الاساسيات بتاع السبتراكشن، فانا هعمل ايه؟ هاخد الرقم الكبير قبل الماينس اللي هو ال8. انا عندي نمبر 8 ونمبر 3 دلوقتي في المساله، وفي ميسنج نمبر. هجيبه ازاي؟ هاخد الرقم الكبير 3 ولا 8؟ الجريتر 8، فهاخد ال8 هعمل لها ماينس، اشيل منها ال3، تبقى المساله بتتكتب كده 8 ماينس 3. طبعا دوت الدرافت، المنطقه اللي انا هعمل فيها الدرافت بتاعتي هتبقى 8 ماينس 3. هحط ال3 في المايند وهعد وهقفل ايدي واعد لحد ما اوصل لل8. افتر 3 4 5 6 7 8. عديت كام فينجر؟ 5 فينجرز. طيب تاني 13 بلس مين ايكوال 17. الميس قالت لي لو عايز اللي في النص ماينس من غير ما تبص، هو هنا مين المطلوب؟ النمبر اللي في النص. طيب يبقى هعمل ايه؟ فين عندي رقمين، واحد سمولر واحد جريتر، هعمل علامة ماينس اهي في النص، اهي علامة ماينس في الدرافت بتاعتي، واكتب قبليها الرقم الكبير، قبل الماينس الرقم الكبير، وبعد الماينس الرقم الصغير. ايكوال كام؟ الوانس مع الوانس والتنس مع التنس. 7 ماينس 3 equal 4. 1 minus 1 equal 0. طالما الزيرو جت في الشمال مش مهم اكتبها. يبقى هنا النمبر كام؟ طلع 4، والنمبر هنا ما كتبناهوش طلع 5. طيب تعالوا نشوف هنا 8 بلس مين equal 14. طبعا مهم جدا ان احنا نقرأ المسألة. الميس قالت لي لو عايز اللي في النص ماينس من غير ما تبص، يبقى هعمل ايه؟ هاخد الرقم الكبير. فين الرقم الكبير؟ ال14، هحطها هنا اهو
ال14 واعمل ماينس لمين؟ للنمبر الصغير التاني الموجود في المسألة، فيبقى ماينس 8. ها after 8 9. طبعا انا بعد after 8 يعني ما ينفعش اقول 8 9، لا انا بعد after 8 بعد ال 8 9 10 11 12 13 14. هكمل؟ لا انا خلاص وصلت لل 14، يبقى كده هو النمبر اللي انا عايزه، يبقى هو دوت اللي انا عايزه. ده الجزء اللي بيخص الدرس ده. تعالوا بقى نشوف بقية المسائل. هو هنا بيقول لي ايه؟ بيقول لي Sarah has 7 flowers. بصوا بقى المسألة ديت وركزوا معايا. Sarah has 7 flowers. ادي اول ديجيت عندي 7. Her mother gave her some extra flowers. اداني رقم تاني؟ لا بيقول لي extra flowers، اديتها ورد زيادة. Now Sarah has 11 flowers. كل الورد اللي مع سارة بقى 11. تعالوا نشوف هنكتبها ازاي. Sarah has 7 flowers. Her mother gave her some extra flowers اللي انا مش عارف عددها. بقى كل اللي معاها 11. هحلها ازاي يا ميس؟ ميس قالت لي لو عايز اللي في النص ماينس من غير ما تبص، يبقى هاخد الرقم ده اللي هو 11 في الدرافت، الرقم الكبير ماينس النمبر الصغير، هيدينا كام؟ after 7 8 9 10 11. عديت كام فينجر؟ 4 fingers. يبقى هنا دول كام؟ دول 4. حليناها صح يا ميس؟ حليناها صح. بصوا طلعت 4. طيب تعالوا نشوف المسائل بقى اللي هنا عشان نحلها. بيقول لي Ali has 6 pens. ادي اول ديجيت قابلني. يبقى انا في المسائل اللي زي كده لازم احط خط تحت الارقام اللي موجوده عشان ابقى عارف انا هشتغل على مين. has 6 pens. He bought some extra pens. اشترى شويه اقلام زياده. number of pens with Ali become 17. كل الاقلام اللي بقت مع علي بقت 17. how many pens did Ali buy؟ هعمل ايه يا مس؟ تعالوا نشوف هنعمل ايه. هنا Ali has 6 pens واشترى كمان شوية اللي انا مش عارف عددهم، بقى كلهم 17. هعمل في الدرافت ايه؟ الميس قالت لي لو عايز اللي في النص ماينس من غير ما تبص، يبقى هقول 17 ماينس 6 equal after 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. طب انا مش عايزها كده كبيره. تعالوا ناخد once مع once. 7 minus 1 equal 1. 7 minus 6 equal 1. 1 minus 0 equal 1. يبقى طلعوا كام؟ طلعت 11. طيب يبقى انا كده حليت المساله دي. تعالوا نشوف المساله اللي بعد كده. There are 14 children playing football. أول رقم عندي 14 كتبته. Some children joined them. في شوية كمان جم. The number of children become 19. عدد الأولاد كلهم بقى 19. يبقى في ولاد جم أنا مش عارف عددهم كام، فبقى المجموع بتاعهم 19. How many children did join them؟ الولاد اللي جم عليهم عددهم قد إيه؟ فانا الميس قالت لي لو عايز اللي في النص ماينس من غير ما تبص، فهعمل ايه؟ 19 ماينس الرقم ده 14، الونس مع الونس والتنس مع التنس. 9 ماينس 4 9 ماينس 4 equal 5، وهكتبها بعيد عن equal علشان لسه في رقم تاني هيتكتب. 1 ماينس 1 equal 0. يبقى هنا العدد 5 وهنا ما كتبناش ال 11. طيب تعالوا نشوف المسألة الأخيرة. بيقول لي ساندرا has 10 marbles. ساندرا معاها 10 بليات. her friend gave her some more marbles. صاحبتها اديتها ماربلز زيادة. now she has 19. يبقى أنا عندي 10 وعندي 19. السؤال بيقول how many marbles did her friend give her. هو عايز ايه في السؤال؟ عايز الماربلز اللي صاحبتها اديتها لها. هعمل ايه يا ميس؟ سارة كان معاها 10.
صاحبتها اديتها حبة زيادة مش عارفين قد ايه، بقى كل الماربلز اللي معاها 19. في الدرافت هنا هعمل ايه؟ هقول 19. الميس قالت لي لو عايز اللي في النص ماينس من غير ما تبص. هماينس مين يا ميس؟ هاخد الرقم الكبير اعمل بعديه سبتراكشن ماينس، وبعد الماينس الرقم الصغير. 9 minus 0 equal 9. 1 minus 1 equal 0. يبقى هنا كام؟ 9. اوكي، تعالوا نشوف السؤال اللي بعد كده. آدم has 9 yellow fish. آدم كان معاه 9 سمكات لونهم يلو. He added some red fish such that the total number of fish become التوتال number بتاع الفيش بقى 13. Find the number of red fish. يبقى هو هنا كان معاه 9 fish. جاب دول يلو، جاب حبة ريد بقى كله 13. هعمل ايه؟ لو عايز اللي في النص ماينس من غير ما تبص. هماينس مين يا ميس؟ في عندي رقمين اهم، هاخد الكبير احطه في الاول هنا يبقى 13 ماينس 9 ايكوال كام؟ افتر 9 10 11 12 13. عديت كام فينجر؟ 4 فينجرز. يبقى هنا كام؟ 4. بعد كده a team scored 13 goals. الفريق جاب 13 جولز 13 هدف. The first round في الشوط الأول and scored some goals in the second round. وفي الشوط الثاني عمل جولز تانية. The total goals التوتال الكل عدد الكل بتاع الجولز in the two rounds في الشوطين 19. عفوا. How many goals did this team score in the second round؟ يبقى هنا كان هم عملوا 13 جولز، وبعد كده في الراوند التاني جابوا شوية كمان، وبعدين المجموع بقى 19. هعمل ايه؟ هاخد الديجيت الكبير اللي هو 19 ماينس الديجيت الصغير هيديني النتيجة. الوانس مع الوانس والتنس مع التنس. 9 ماينس 3 equal 6. 1 minus 1 equal 0. يبقى هو جاب 6 goals. اوكي طيب. There are 2 flocks of sheep on contains 8 sheep and the total number of sheep in the 2 flocks is 17. كان في 8 sheep وكان الشيبس كلها بقت 17. How many sheep؟ كان في حبة في فلوكة أو في مكان يعني كانوا 8 وبعد كده بقوا 17. كلهم بقوا كام؟ كل اللي هم الحبة اللي في الفلوكة التانية كانوا كام؟ فأنا هعمل إيه؟ هقول 8 بلس كام؟ يدينا 17. يبقى هعمل إيه؟ عايزة في النص ماينس من غير ما تبص، فهقول 17 ماينس 8 equal كام؟ after 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 عديت 9. يبقى كده كام؟ 9. اوكي طيب تعالوا هادي 9 chocolate pieces at the afternoon. هو اكل 9 في الافترنون. then he ate more in the evening. وفي الايفنينج اكل شويه كمان. التوتال بقى بتاع الشوكليت اللي هو اكلها كان 18. فانا عملت ايه؟ حطيت خط تحت النمبر الاولاني والنمبر التاني. هعمل ايه؟ هو اكل 9 وبعد كده اكل شويه كمان وبعد كده كله بقى 18. هعمل ايه يا ميس؟ لو عايز في النص ماينس من غير ما تبص يبقى 18 ماينس 9 هيديني كام؟ هعد افتر 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 عديت 9. يبقى كده كام؟ 9. هنا أحمد has 13 stamps. his friend gave him some more stamps. هو كان معاه طوابع عددهم 13. يبقى هو معاه 13 وصاحبه اداله حب. التوتال بتاعهم هو بقى معاه 18. how many stamps did Ahmed's friend give him؟
صاحبه اداله بقى قد ايه. فانا هعمل ايه؟ هاخد الديجيت الكبير اشيل منه الديجيت الصغير هيديني ده. لو عايز اللي في النص ماينس من غير ما تبص، يبقى 18 ماينس 13 equal 8 ماينس 3 equal 5 1 minus 1 equal 0. يبقى هنا عددهم 5. هنا in a class there are 12 boys. if the total number of boys and girls كان في فصل فيه 12 boys 12 ولد وكان في شوية بنات. المجموع بتاع الولد والبنات مع بعض 20. how many girls are in the class؟ كم بنت في الفصل؟ هعمل ايه؟ لو عايز اللي في النص ماينس من غير ما تبص، يبقى 20 minus 12 equal 8. خلاص. طيب تعالوا نشوف هنا in one day. يعني الدنيا سهلة كده، انا وضحت لكم الموضوع. طيب تعالوا بقى نشوف اللي هنا عشان هنكمل بقية. لو عايز اللي في النص ماينس من غير ما تبص، لو عايز اللي في الاول غير الساين. يعني ايه غير الساين يا مس؟ بصوا معايا يا شباب، انا عندي مسألة زي دي 8 بلس 5 مين بلس 5 equal 12. مين، بصوا كده يا ولاد معايا، مين بلس 5 equal 12. الميس قالت لي لو عايز اللي في الاول غير الساين. يعني ايه غير الساين؟ يعني لو هي بلس خليها ماينس. طب لو هي ماينس يا ميس هخليها بلس. طيب تعالوا نشوف كده، هو هنا العلامة بلس يبقى خليها ماينس. طب انا لما ماينس هعمل ايه؟ هجيب كده الرقم الكبير اللي هو 12 واطرح منه ال5 هيديني هعد after 5 6 7 8 9 10 11 12. عديت 7 fingers. يبقى انا كده عملت ايه؟ غيرت الساين. طيب مين بلس 4 equal مثلا 9. مين بلس 4 equal 9. الميس قالت لي لو عايز اللي في الاول غير الساين. طب الساين هنا بلس يبقى اخليها ايه؟ هخليها ماينس. طب انا لما اخليها ماينس يا ميس هطرح مين؟ هجيب الرقم الكبير اشيل منه الرقم الصغير. تبقى المسألة كده 9 minus 4 equal 5. طيب هنا تعالوا بقى نحل المسائل اللي هنا عندي في الكتاب. هنا 10 بلس مين equal 15. هعمل ايه؟ هقول ال 15 minus 10. 15 minus 10 هعمل ايه؟ لو عايز اللي في النص ماينس من غير ما تبص، يبقى يديني كام؟ يديني 5. يبقى هنا العلامة ايه؟ 5. هنا مين بلس 5 equal 12. الميس قالت لي لو عايز اللي في الاول غير الساين. يبقى هغير الساين هنا لماينس، و12 ماينس 5 equal 7. يبقى الإجابة 7. هنا لو عايز اللي في النص غير ماينس من غير ما تبص، يبقى 18 ماينس 14 equal 4. هنا لو عايز اللي في الأول غير الساين. الساين بلس هخليها ماينس، يبقى 17 ماينس 7 equal 10. هنا 13 و15 هعمل ايه؟ لو عايز اللي في النص ماينس من غير ما تبص، يبقى هعمل ماينس 15 ماينس 13 equal 2. هنا اللي في الأول يبقى هغير الساين 20 minus 15 equal 5. هنا برضو write the missing number 15 و 18 والمطلوب في النص. يبقى هعمل ايه؟ هماينس على طول. يبقى 18 minus 15 equal 3. هنا عايز النمبر اللي في الأول ويبقى هغير الساين، بدل ما هي بلس هتبقى ماينس. يبقى 11 minus 7 هتبقى 4. 13 بلس مين equal 19. هو عايز اللي في النص، يبقى هشيل من ال 19 13 هيبقى كده الإجابة 6. هنا عايز اللي في الأول هخلي البلس ماينس، يبقى 12 ماينس 5 equal 7. هنا عايز اللي في النص يبقى هطرح ده من ده. عايز هنا اللي في الأول يبقى هغير الساين، بدل ما هي بلس هتبقى ماينس، يبقى 14 ماينس 4 equal 10. هنا عايز اللي في النص هطرح. يبقى يعتبر الأسئلة كلها هعمل فيها ايه؟ هعمل فيها طرح. طيب لو
خلي الدرس اللي هو بتاع لو العلامه ماينس هغيرها لبلس، خليها الحصه السيشن الجاي ان شاء الله. بكده خلصنا الفيديو بتاع النهارده. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، ما تنسونوش في لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس لو بتشوفوني لاول مره. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.